السلام عليكم ورحمة الله. حباب قلبي جمال تانية ثانوي بكالوريا، أخوكم في الله إسلام السيد متولي، مدرس التاريخ. جاي أدردش معاك النهاردة في أول درس نزل، هو بناء الدولة المصرية. هنبدأ بإيه بقى يا مستر؟ والتاريخ ده عامل إزاي؟ والدنيا بقى اللي انت بقى خايفين دكاترة ومهندسين والفنانين والمحاسبين اللي داخلين البكالوريا عشان يحققوا هدفهم. عايز تحقق هدفك؟ نصيحة مني، افهم، ولازم يبقى عندك سنة حفظ عشان نبقى متفقين، وحلل الأفكار وعيشها واستمتع. يعني أول درس بيقول لك بناء الدولة المصرية. ده بأول حاجة احنا دولة، وهنشرح يعني ايه دولة، وسيبك من الشرح خالص، احنا جايين ندردش. اي دولة بيبقى ليها دستور. الدستور ده كتيب حلو كده بينزل لك في كل حاجة تتخيلها عن الدولة اللي انت عايش فيها. يعني فيها مثلا واجباتك اللي انت المفروض تعملها للدولة، حقوقك انك انت تاخدها من الدولة، بيشمل رئيس الجمهورية، مجلس الشعب، القوانين بتاعت الأسرة، قوانين المرور، كل حاجة في المجتمع ده ماشي بالدستور. طبعا احنا بنقول حكومة دستورية. حكومة ايه؟ دستورية، يعني الحكومة الوزراء بيمشوا وفق الدستور، الحكومة بتيجي وفق الدستور، الرئيس بيجي وفق الدستور. طيب حلو قوي. يبقى الدستور ده يا عم الحاج موضوع سهل قوي، كتيب كده موجود فيه نصوص ومواد وابواب، كل مادة بتخص جزء معين. مثلا المادة الأولى في الدستور المصري بتاعك ده يقول لك إيه بقى؟ جمهورية مصر العربية ذات سيادة مستقلة لا تقبل التجزئة. جمهورية مصر العربية لها سيادة، والسيادة دي مستقلة وموحدة ولا تقبل التجزئة. نظام الدولة اللي هو نظامها، يعني نظامها جمهوري ديمقراطي، قائم على ايه؟ او قائم على اساس ايه؟ قال لي قائم على اساس المواطنة. كل حاجة اقولها لك، وسيادة القانون. الدستور بيقول لك ان الجمهورية كلها بتاعتك ليها سيادة، والسيادة دي موحدة ولا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن اي شيء منها، مش ينفع انا اتنازل على اي شبر منها. الشعب المصري، شعبنا الجميل، ماله؟ الشعب الجميل بتاعنا اللي هو الشعب المصري جزء من الأمة العربية. احنا جزء من الأمة العربية. وهقول لك يعني أنا الأول بس كده باخدك معايا في الطريق. بنعمل على تكامل الأمة العربية، وحدة الأمة العربية. الشعب المصري جزء من العالم الإسلامي، احنا جزء من العالم الإسلامي، وننتمي للقارة الأفريقية. احنا أفريقيا يا ولدي الحمد لله، ونعتز بامتدادنا الآسيوي، احنا لينا امتداد في آسيا. الشعب المصري يسهم في بناء الحضارة الإنسانية. يا كل دي مادة حلوة أوي يا عم. شوف انت بقى عندك كم مادة في دراستك، أما أنا هنا جاي أشرح المادة الدستورية. أول حاجة لما بيقول لك جمهورية مصر العربية، الجمهورية مصر أصبحت جمهورية بعد ثورة 23 يوليو 1952. ضباط الأحرار عملوا تنظيم، واللي عمل التنظيم جمال عبد الناصر. الدولة دي كانت ملكية، والملك اللي كان بيحكم الوقت ده كان الملك فاروق، وكان في ظلم وفساد، وكان في احتلال بريطاني مش محترم الملك ولا محترم الدولة ولا محترم الجيش. فكان لازم حد يقف وياخد قرار ويستقل بالدولة، يكون لها سيادة. فأصبحت مصر في الوقت ده بقت جمهورية، وأسقطنا الملكية. يبقى مصر عم الحاج أصبحت خلاص الحمد لله جمهورية، وأسقطنا الملكية. جمهورية مصر ذات سيادة.
يعني ايه ذات سيادة؟ السيادة اللي الدولة تقدر تاخد قراراتها وتدير شؤونها الداخلية او خارجية بدون اي سلطة خارجية. يعني انا النهاردة مثلا هحكي لك حكاية. ايام الملك فاروق في حادثة حدثت كده اسمها حادثة 4 فبراير 1942. الملك ما كانش عايز يعمل قرارات انجلترا، يعني بريطانيا قالت له انا عايز الحكومه الفلانيه، هو قال لهم لا، راحوا جايين محوطين القصر بالدبابات، مضوه يا باشا. طب هل انت شايف الراجل ده رمز للدوله؟ هو قدر ياخد قرار؟ لا. ليه سياده؟ لا. هو متحكم في قراراته؟ لا. يبقى معنى جمهوريه مصر العربيه ذات سياده موحده انك انت تكون عندك استقلال في اتخاذ قراراتك. انا اقدر اخد قراراتي في اي حاجه داخلي او خارجي دون اي سلطه خارجيه. ما حدش يعرف يقول لي لا. انا عايز اعمل معاهدات مع اي دوله، عايز اي منظمه دوليه اقف قدامها باسم مصر كدوله مستقله، دوله لها سياده. ما حدش يجي يحكم عليا اعمل علاقات دوليه مع دوله فلانيه، او انا مثلا مصاحب تركيا تيجي دوله تانية تقول لك لا ما تصاحبش تركيا. اجي انا النهارده اروح مثلا مؤتمر عالمي او منظمات دوليه او اي حاجه دوليه او اي حاجه خارجيه بتمثل مصر، انا اللي اعملها، انا ليا الشؤون، انا شؤوني الداخليه، انا انفذ قانوني بمزاج انا. محدش يقول لي لا شيل الدعم حط الدعم، ما حدش يجي يقول لي شيل القانون ده حط القانون ده، لا. جمهورية مصر العربية ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن أي جزء منها. يعني أي شبر في أرض مصر مفيش أي مخلوق يقدر يتنازل ليه لحد. يعني مثلا رئيس جمهورية جه والله الدولة دي عايزة 2 3 4 متر، عايزة مكان كبير في الدولة، ايه ده عاجبني الأهرامات ما تبيع، ايه ده انا عاجبني قناة السويس ما تبيع، ايه ده انا عاجبني اسماعيلية واجواءها ما تبيع. لا. الدستور المصري بيقول لك كده، انت دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا ينزل عن اي جزء منه. يعني انا مش هتنازل عن اي جزء منه ولا تقبل التجزئة. مصر ما ينفعش تبقى مسلمين ومسيحيين وفتن طائفية. ما ينفعش تيجي انت تقول لي الصعيد يعيش فيه الاغنياء واللي مش عارف وجه ايه يعيش فيه الفقراء. مصر لا تقبل التجزئة، ورئيس الجمهورية هو من سلطته ومن مهامه سلامة الوطن ووحدة أراضيه. لازم يكون هو راجل عنده سلطة وعنده السيادة اللي هو يقدر يوحد الوطن. لا يقبل، مفيش تجزئة، ما مش هنتجزأ عمرنا، كلنا مسلمين ومسيحيين بكل طوائفنا، كلنا عايشين على وطن واحد. ما ينفعش تيجي تقول لي انا اعيش لوحدي او لا خالص. قلنا نظامها جمهوري ديمقراطي. جمهوري ديمقراطي، احنا قلنا الجمهورية معنى الديمقراطية اللي احنا الشعب بتاعنا الحمد لله يقدر ليه رأي. يعني الشعب بتاعنا ليه رأي في الانتخابات، في اختيار الحاكم، ليه رأي اللي هو يقدر يقول انا عايز حقي، يقدر يطالب بحقوقه. ديمقراطية يا جماعة هي يعني الأغلبية للشعب، اللي هو الشعب يعني هو ليه السلطة، الحكم للأغلبية. أنا اللي بعمل ده. الشعب هو السلطة القوية. أنا بيني وبين الحاكم عقد اجتماعي هيخلص مع المدة المعينة، أما الشعب هو دائم على الأرض. علشان كده إحنا شعبنا جميل واحنا بلدنا جميلة وقائمة على النظام الجمهوري الديمقراطي، قائمة على سيادة القانون. سيادة القانون اللي هو كلنا واحد قدام القانون، وزير غفير طبيب فلاح عامل، كلنا قدام القانون واحد. الدكتور هيغلط هيتحاسب، الوزير هيغلط هيتحاسب، الرئيس هيغلط هيتحاسب. عشان كده بنقول لك سيادة القانون. قال لك قائم على المواطنة اللي هي الحقوق والواجبات. انت ليك حقوق، رئيس الدستور بيقول لك هتاخدها، والدستور بيقول لك عليك واجبات وهتعملها. زي بالظبط ليك حق في التعليم، حق في الصحة، حرية الرأي والحق في التعبير ومشاركة في الانتخابات. كل الكلام ده ليه مواطنة انت قائم عليه.
طب يعني ايه الشعب المصري جزء من الأمة الإسلامية وجزء من الأمة العربية؟ ده جزء من الأمة العربية بتعمل على وحدتها وتكاملها. احنا معنى الأمة اللي هو مجموعة الشعوب اللي قائمة تحت لغة واحدة، عادات واحدة، ثقافة واحدة، اللي يخصهم يخصنا. يعني مثلا لو هتمسك مثلا كده من اليمن، من عمان، من بحرين، للكويت، للإمارات، للعراق، للسعودية، أردن، سوريا، فلسطين، كل الدول العربية انت بتشترك معاهم في اللغة العربية، بتشترك معاهم في التاريخ الإسلامي والأمة الإسلامية. انت جزء من العالم الإسلامي، ومصر منبع للعلوم الشرعية. احنا عندنا الأزهر الشريف، احنا بنسهم في تطلع العلوم وانتشار الفكر الإسلامي. الدولة الإسلامية في عز مجدها كانت مصر محطة قوية جدا لقيادة العالم الإسلامي. عشان كده الدستور بيقول لك انت جزء من الأمة العربية نتيجة انك انت إنسان عربي بتعمل على تكامل الأمة العربية وتعمل على وحدة الأمة العربية. اللي يمسهم يمسنا. مفيش حاجة اسمها الكويت تتضرب ولا عراق تتضرب وانا لا. احنا أمة عربية، شعوب عربية، كلنا لينا وطنية عربية، احنا لينا حس وطني عربي. علشان كده بيقول لك انت جزء من الأمة العربية وجزء من العالم الإسلامي. حضرتك بتنتمي للقارة الأفريقية. احنا قلنا عندنا قارة العالم، انت في قارة أفريقيا في الجزء الشمالي الشرقي من القارة. لو انا بقول لك بمتد او بنعتز بامتدادنا الآسيوي. يعني ايه امتدادنا الآسيوي؟ من شبه جزيرة سيناء، كل سنة وانت طيب كده، والبحر الأحمر. انت متطرف، يعني سينا جزء يعني واخده من اسيا، بتدخلك على اسيا، بتدخلك على فلسطين والشام والسعوديه، كل ده انت ليك جزء اسيوي. تسهم في بناء الحضاره من بدايه حضاره الفراعنه، حضاره مصر القديمه. انت اسهمت في بناء الحضاره، عملت حضارات العالم كله بيتحكى عنها. انت طلعت علماء في كل المجالات، طلعت ناس نابغه في كل المجالات. المصري معروف بعلمه وتطوره للمجتمع، مش مجتمعه بس، ده بالنسبة للعالم كله. يبقى إذن جمهورية مصر العربية ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن أي شيء منها. نظامها جمهوري ديمقراطي قائم على المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصري جزء من العالم العربي والأمة العربية، يعمل على تكاملها ووحدتها. الشعب المصري جزء من العالم الإسلامي، ينتمي للقارة الأفريقية ويعتز بامتداده الآسيوي ويسهم في بناء الحضارة. ودي أول مادة دستورية عندك في الدستور، مادة رقم 1 في الدستور المصري. دولة 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 دولة. يعني ايه دولة؟ أول حاجة الدولة هي كيان سياسي. كيان سياسي يعني في حكومة، يعني في إدارة، يعني في تنظيم، يعني في إدارة حكم، مش عشوائية، هو كيان سياسي. قال لي الكيان السياسي ده يشمل حيز جغرافي، يعني ليك حدود جغرافية بين كل الدول اللي حواليك، ومصر على شكل مربع أو أقرب من المربع، شمال، جنوب، شرق، غرب، ليك حيز جغرافي. لو أنا جيت قلت لحضرتك الحيز الجغرافي بتاعك ده، انت عشان تبقى فاهم قلت لك في الشمال الشرقي انت عندك خط الطول. خط الطول اهو بيقسم خط الطول بيقسم اما شرق اما غرب. دوائر العرض اما شمال اما جنوب. فانا عندي خط طول عنده بدايتي، تمام، وعندي دائرة عرض عندها نهايتي. طب انا لو رحت للشمال هلاقي البحر المتوسط، فدي تسمى حدود بحرية، ودي حدود طبيعية، بحر متوسط. انزل في الجنوب تحت هتلاقي حدودك مع دولة جمهورية السودان عند دايرة 22 شمالا. 22
شمالا. ده بايه هي قصه؟ بص يعني انا عملت كده 22 شمالا السودان، ده خلاص ده اخرك. لو دخلت شويه كمان هتلاقي انت نفسك في السودان، ودي ما ينفعش لان دي في سياده للدوله. الحدود دي متامنه ولا حد ينفع يخشها الا بقى بتصريح وباسبور وهكذا. مين اللي وضع الحدود دي؟ قال لي سنه 1899. 1899 كان اللي ماسك مصر ساعتها، طبعا احنا كنا تحت الانتداب البريطاني، وكان فيه يعني خديوي، وطبعا دوره قليل جدا، اسمه الخديوي عباس حلمي الثاني. عمل مع بريطانيا اتفاقية تسمى الحكم الثنائي. اتفاقية الحكم الثنائي هو حكم ثنائي بالنسبة للسودان، لأن السودان دي يا عم الحاج كانت مصر هي جيشها وجيشنا المصري هو اللي موجود في السودان. بعد كده مصر حصل ثورة في السودان، الثورة دي تسمى الثورة المهدية، ما كانوش عايزين الجيش المصري. الجيش المصري لما تراجع شوية ففي أماكن سابها، فبدأ يتصارع عليها الاستعمار زي فرنسا، زي إيطاليا، زي بريطانيا. فحدث حادثة تسمى حادثة فاشودة، منطقة يعني في السودان تسمى فاشودة. حصل بقى عركة كده بين انجلترا وفرنسا، وقلنا الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، هيدبوا في بعض وهيسحب الجيش البريطاني للسودان بقى. للأسف عملوا معاهدة وتصالحوا مع بعض، وفاشودة يا عم الحاج بعديها على طول حصل اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا، فوضعوا الحدود، ودي حدود بشرية اللي وضعها الإنسان. قلت لك دي السودان. طب لو جيت كده لو بصيت في الغرب عندك ليبيا. ليبيا بقى قلنا عند خط طول ليبيا شرقي طبعا، يعني انت قلنا بقى في الشمال الشرقي، فاحنا كده احنا قلنا في الشمال بفضل لنا الشرق. ايه بقى الشرق يا عم الحاج؟ ليبيا. مين اللي وضع الحدود دي؟ قال لك والله 1925 اللي وضعها. ليبيا كانت تحت الاحتلال الليبي ومصر تحت الاحتلال البريطاني، فكان في تنافس استعماري، فقال لك يا عم انت ولا تيجي ارضي ولا انا اجي ارضك، والاتنين راحوا حاطين رسمين خط عند خط كام بقى؟ 25. وده قصة ليبيا. لو انا بقول لحضرتك روح لي بقى كده 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 في الشرق، تلاقي بحر احمر وهتلاقي خليج العقبة، وده بالظبط لما احنا بنقول دي حدود برضو طبيعية بحرية. بس عندك حتة مهمة. ايه هي بقى الحتة المهمة؟ عندك في الشمال الشرقي كده حدود وضعت حدود. الحدود دي وضعت عن 1906 دولة العثمانية وبريطانيا. بريطانيا كانت حاطة ايديها على فلسطين. فلسطين الانتداب البريطاني أثبت حكمه بعد مؤتمر سان ريمو 1920، وعصبة الأمم اعترفت بالانتداب البريطاني، فوضعوا حدود بينك وبين مصر. لو انت بصيت على مصر هتلاقي مصر حيزها الجغرافي الأرض اللي هي اليابس يعني على شكل مربع. وزي ما أنا قلت لحضرتك حدودك الجغرافية مهمة، ولا تقوم دولة إلا بحدود جغرافية، عشان أعرف مين جيراني من هنا ومن هنا، ومحدش ياخد شبر من أرضي. لأن قلت لك مصر لا تقبل التجزئة.